بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. في مبادرة التي أطلقناها وأعطيناها اسم سيدي عقبة ثقافة، نلتقي اليوم إن شاء الله مع واحد من أبناء مدينة سيدي عقبة، الأستاذ طيباني عبد الوهاب، الكاتب الصحفي، كاتب المقالات بعدة جرائد، والشاعر الذي له العديد من القصائد الشعرية في الفصيح والشعر الشعبي. نلتقي، راح ننتقل إلى بيته ونحاوره نتعرف عليه، على بعض من مقالاته، على بعض من قصائده، على رؤيته للحياة الثقافية في سيدي عقبة، سبب الركود الثقافي في سيدي عقبة، من يتحمل المسؤولية، وما هي الحلول الممكنة التي يمكن أن ننهض من خلالها بالحركة الثقافية في سيدي عقبة. كل هذا إن شاء الله ستجدونه في هذا الحوار، نتمنى إن شاء الله أنه يكون حوار ممتع وشيق ومفيد. وإلى هذا الحوار مع الأستاذ طيباني عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم الثلاثاء 7 من شهر ذو القعدة 1435 هجري، الموافق للثاني من شهر سبتمبر 2014، وضمن سلسلة لقاءات مع وجوه ثقافية من مدينة سيدي عقبة نريد أن نبرزها ونعرض بها ويتعرف من خلالها كل المتابعين لهذه الوجوه. نلتقي إن شاء الله في هذا اليوم مع أستاذ أبلى بلاء حسنا في الكتابة الصحفية وفي كتابة القصائد الشعرية. ضيفنا اليوم هو الأستاذ عبد الوهاب طيباني. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك أستاذ سالم، أشكرك على هذه الاستضافة الطيبة، كما أتمنى لك هذه المبادرة وأشد على يديك في نجاحها ومواصلتها، وأتمنى لك التوفيق في التعريف بشخصية المنطقة وخاصة الشخصية الثقافية. وفقك الله في مسعاك إن شاء الله رب العالمين، لنا وللجميع إن شاء الله. أستاذ، بداية لو سألنا سؤال، كيف يقدم لنا الأستاذ عبد الوهاب طيباني نفسه؟ من هو عبد الوهاب طيباني؟ المولد والنشأة والمراحل الدراسية. عبد الوهاب طيباني هو من عائلة بسيطة، من مواليد مدينة مشولش، مدينة الثورة والتاريخ، أصيل قرية قرطة، والمقيم منذ عقود في مدينة سيدي عقبة، وهو من عائلة بسيطة كجميع عائلات المنطقة. أستاذنا، نود أن تكلمنا على اهتماماتك. أستاذ نعرفه بأنه عنده كتابات صحفية، قصائد شعرية. نعرف عن الأستاذ عبد الوهاب طيباني أنه يعني كما نقول يشارك في كل أمر بسهم. بعض الاهتمامات التي تخص الأستاذ عبد الوهاب طيباني. هو في الحقيقة شعاري هو إشعال شمعة خير من لعن الظلام، ولذلك أحاول قدر المستطاع وبما هو في متناولي من إشعال شمعة في جميع المجال، سواء كان مجال ثقافي أو اجتماعي أو شبابي. ولذلك تجدني دائما متواجد ولو بالقليل في كل. تريد أن تضع بصمتك أو تساهم ولو بشيء معين في أمور مختلفة. المساهمة أكثر منها بصمة، المساهمة أكثر منها بصمة، ويمكن تكون زرع بذرة في أوساط الشباب، لعل يقتدوا بنا في بعض محاسننا. إن شاء الله تأتي أمورها. كم بلغ الآن من العمر أستاذ عبد الوهاب طيباني؟ كما قلت لك بلغ من مواليد 1960، معناتها 54 سنة. الله يبارك. بارك الله فيك. أستاذنا، أنت ربما تعرفنا على بعضنا البعض يعني منذ التسعينيات، منذ مدة، وكنت ذلك الوقت ربما تكتب مقالات صحفية. نبدأ حوارنا هذا الثقافي مع كتابة المقالات الصحفية
هل يتذكر الأستاذ مثلا ما هو أول مقال صحفي كتبه إلى أمكن؟ والله أول مقال يعني نشر لي، لأنني أنا دائما في الكتابة لكن ما سبقش ونكتب. أول مقال ذكره في عام 99 نشر لي بعنوان ومتى كان الاختلاف رحمة في جريدة الأطلس التي كانت تصدر في مدينة دافنا. رسالة الأطلس كانت تصدر من دافنا. هذا أول مقالة دينية على كل حال، تحدث على اختلاف المذاهب. هذا أول مقال، وتلتها بعد عدة مقالات في جريدة الأطلس. يعني ما هي أهم الصحف التي ربما أو الجرائد التي تعاملت معها في كتابة المقالات؟ يعني من أكثر الجرائد اللي تعاملت معها هي جريدة الأطلس أولا، وثم جريدة الشروق العربي، وبعدها جريدة الشروق اليومي. كما تعاملت يعني في ربما في 4 أو 5 مقالات مع جريدة يعني للأسف توقفت، وهي جريدة الوئام. بالنسبة لو يسأل سائل أستاذنا ما هي يعني محور هذه المقالات التي كان يكتب حولها الأستاذ عبد الوهاب الطيباني في هذه الجرائد التي ذكرها؟ محور المقالات معظمها وفي الغالب بتاعها مقالات دينية، تتناول بعض الأمور الفقهية أو الأمور الرؤى في بعض القضايا الفقهية، ثم المقالات الاجتماعية. أنا كتبت في العديد من المواضيع الاجتماعية. هناك قليل من المقالات مؤخرا في بعض المقالات السياسية لكنها قليلة. المهم نقدر نقول لك أغلب المقالات بتاعي هي من الجانب الاجتماعي. أستاذنا، هل يحتفظ الأستاذ عبد الوهاب الطيباني بمقالاته؟ هل هذه المقالات هذه موجودة؟ كلها موجودة. حتى إذا كانت مش موجودة بعضها راح يعني كنسخة يعني الورقية بالذات موجودة نسخ طبق الأصل لها. هل ألا يفكر الأستاذ مثلا عبد الوهاب الطيباني في جمع هذه المقالات يعني ولو في كتيب حتى العمر يزحف؟ لا، من ناحية التفكير فكرت ونأمل، لكن بكل صراحة بالمناسبة أنا عندي تجربة سيئة في نتكلم عنها. ولذلك في الوقت الحالي ما نفكرش باش نطلع الوقت الحالي، لكن إذا كان تجدد أمور أو تطورت أمور أو فتحت لنا أبواب بإذن الله والمال. بعد الكلام على الكتابة الصحفية، يعني هل ما زال الآن الأستاذ عبد الوهاب الطيباني يواصل كتابة مقالاته أم أنه ربما وضع القلم في كتابة المقالات؟ هذه تقريبا منذ 2 سنين تقريبا كما أنت وضعت القلم. هذه في ركود ثقافية، لا كتابة شعر ولا مقالات. هل هناك ربما أسباب ولا نجم نتطرق إليها؟ يعني أنه جو عام ولا هو الجو العام. ووجدت أن في المدة الأخيرة أصبحت جميع الكتابات تتناول الخلافات سواء سياسية أو مذهبية وطائفية، ولذلك فضلت وضع القلم ريثما إيجاد جديد في المجال الثقافي. إذن الأستاذ عبد الوهاب أو قلم وضع القلم ثم الأستاذ عبد الوهاب عندما وضع القلم في كتابة المقالات رفعه في كتابة الشعر. الآن سننتقل لعبد الوهاب الطيباني الشاعر.
ما هي نوع القصائد التي أو أولا نوع الشعر الذي يكتبه، هل يكتب العامي أو الفصيح، أو ما نوع الشعر الذي يكتبه الأستاذ عبد الوهاب طيباني؟ شوف، أولا أستاذنا كما دائما نقولها في كل المناسبات، أنا كم شاعر كبير علي، أنا أكتب الشعر حقيقة، لكن لم أبلغ بعد درجة أو لم أستحق بعد كلمة شاعر، لأن قصائدي كلها ربما لا تساوي قصيدة شاعر واحد ممن لهم الحق في تسمية شاعر. شعري كما هو مقالاتي الصحفية أغلبه ومعظمه في المواضيع الاجتماعية، وبعض الشعر الحكمة، وبعض الشعر يتناول بعض الأمور السياسية في قالب فكاهي. الأستاذ عبد الوهاب طيباني يكتب الشعر الفصيح ولا الشعبي أو العامي؟ أكتب بعض الشعر الفصيح حر، لكن معظم كتاباتي الشعرية في الشعر العامي. الآن سنطلب من الأستاذ عبد الوهاب إن شاء الله أنه يسمعنا أول قصيدة من قصائد التي اختارها لنا، تكون كهدية لمن يشاهد هذا الحوار إن شاء الله. إذا الآن راح نسمع للشاعر عبد الوهاب طيباني في قصيدة من اختياره. تفضل. هذه الحقيقة عبارة على خاطرة وليست قصيدة، أعبر بها عن نفسي، عنونتها بهمس الأنا. قلت فيها: ليس لي في غزل العناكب ونسج المتاهات، ليس لي في نسج الكواكب وطي المسافات، منارة أنا على شواطئ الأمان، واحة أنا على ذنوب الركبان، أمقت في البغبغاء استدرار الكلمات، ومن الحرداء زحمة الألوان، حروفي من لون السماء أقطفها، وعلى بياض الثلج أزرعها ناصعات. حرام في ملتي همس الهوان وطعم القتال، حرام هي زخرفة الأحزان ودغدغة الأموات، فليس للأقراح شتاه نقبلها، ولا للرفات أفواه نرسمها بسمات. ما شاء الله، يعني بارك الله فيك أستاذنا على هذه القصيدة أو الخاطرة أنت كما أسميتها. متى يحب أن يكتب الأستاذ عبد الوهاب قصائده؟ ما عندش وقت محدد، لكن هي تأتي في ممكن لحظة تجلي كما هي هذه الخاطرة، أو تأتي في لحظة تسجيل موقفنا، موقف اجتماعي، موقف سياسي، حينما يعجز الشاعر عن التعبير عن ذلك الموقف بالكلام العادي يكتبه شعرا. نعم. الأستاذ عبد الوهاب عندما يأتيه طيف الشعر كما يقولون، هل يبلور القصيدة في ذهنه ويكتبها في ذهنه، أم أنه يكتبها مباشرة على أول ورقة تكون بجانبه؟ ممكن الفكرة أو بداية انطلاق القصيدة ممكن أكتبها في اللحظة، لكن القصيدة ممكن أكتبها في سويعة، وممكن أكتبها في شهر. تتبلور القصيدة في خلال شهر، لأن عليه كاين قصائد وخاصة تتناول بعض المظاهر الاجتماعية، تتراكم تكتب 4 أو 5 أبيات على مظهر من المظاهر، وبعدها مظهر آخر فيك يكون مكمل للقصيدة. ممكن تكتب في خلال شهر أو شهرين باش تكمل نفس القصيدة. أستاذ عبد الوهاب، هل يحفظ الأستاذ عبد الوهاب قصائده؟ هذه مشكلتي أنني لا أحفظ إلا قليل من شعري، لأنني افتقدت الذاكرة، وخاصة الذاكرة القريبة. لم أعد أتمكن من الحفظ أكثر من السويعات وأعتقدها، هذه مشكلة.
الأستاذ ربما ككاتب كشاعر نقول إن كان أنت ربما الكتابة، لكن نقول الأستاذ عبد الوهاب كشاعر ربما هناك من الشعراء من تأثر بهم أو يحب أن يقرأ لهم أو يحب أن يسمع لهم. من هؤلاء الشعراء من شعري الفصيح والعامي وغيره؟ فالشعر الفصيح كان كل العرب هناك شعراء مشهورين جدا كالشاعر سيد حساسم، شاعرنا درويش ومن شعراء الجزائر، ومن شعراء الجزائر بالطبع مفتي زكريا شاعر الثورة ما فيش نقاش. هناك الشعراء الملحون، الشعراء القديم كما بن صاحب قصيدة حيدية، كما الشاعر الشيخ سماتي، يعني كثير من الشعراء الجزائريين الغربيين. في المنطقة كاين بعض الشعراء من الجاب الغربي كما يسموهم، مثل الحويلي مزروع. عندنا هنا في مدينة سيدي عقبة هو اللي نقدر نسميه يعني الأب الروحي تاع الشاعر المرحوم المرحوم الشيخ يوسف الدواري، شاعر فرد من شعراء المنطقة. وعندي مؤخرا برغم أنه يصبرني سنا إلى أني مغروم بالشعر تاعو، وهو الشاب حمزة بوزيان من مدينة الفيض، شاعر ما شاء الله. الأستاذ عبد الوهاب وتعاملك مع الشعراء، هل الأستاذ يحب أن يقرأ الشعر أو يحب أن يسمعه؟ أود أن أسمع يعني عندما تكون في البيت، يعني الشعر، يعني أنت عندك الآن قصيدة لأحد الشعراء الذين يعني تتابع أشعارهم، عندك قصيدة موجودة في كتاب، وعندك القصيدة ربما على الجهاز أو أمامك في مسجلة، هما تميل إليها؟ لا، أميل إلى سماع الشعر أحسن، لأن ذكرى الشعر نكهة، وكل شاعر عنده نكهته في إلقاء القصيدة، وخاصة في إلقاء القصيدة هو يحس بالقصيدة، هو لأن القصيدة تاعو كتبها إحساس، لما يلقيها يعطي لها طابع تاع إحساس، تحس بسبب القصيدة. أما كي يلقاها حتى ولو كانت قصيدة تاع شعر آخر وقتها أنت ماهوش نفس الإحساس. وهذه أنا نجربها كي نقرأ بعض القصائد، أنا نفسي من رغم القراءة تاعي ربما تروق الناس أخرين، لكن أنا ما تروقنيش لأني نحب نسمعها من صاحبها. وكما قلت كل شاعر عنده نكهته في إلقاء الشعر. بعد ما سمعنا لقصيدة في الفصيح للشاعر سيدي عقبة عبد الوهاب الطيباني، الآن نطلب من الأستاذ عبد الوهاب أنه يسمعنا قصيدة من الشعر العامي أو الشعر الشعبي. تفضل أستاذ. هذه كتبتها كما قلت لكم، الشعر دائما يسجل موقف. أنا في أحد المرات في حصة إذاعية في بعض الأوقات، ثم الأستاذ كما قلت أنه أنت الشعر نتاعك يعني في معظمه تسجيل موقف، وكأن الإنسان يحمل كاميرا ورأى مشهدا أمامه يريد أن يصوره تقريبا يعني يضع صورة له، وأنت تقوم بالشعر. لأن مباشرة من بعد ما المتصل الطاول على الأصالة وعلى الفولكلور وعلى التقليد وعلى العادات وعلى الشعر الشعبي، وقال الناس قدمت ثم بقين في القديم. هذه أبيات نزلت فيها موقفي من خلال فقط. هذه يعني كانت حصة إذاعية، على حول الشعر الشعبي. هي حصة على الشعر الشعبي في إذاعة أولاس. إذاعتنا اليوم كانت حينها إذاعة الأولاس، حصة حكم وأمثال، فيها
أمثال شعبية وحكم شعبية وبعض الأسئلة الثقافية حول الفولكلور الجزائري. اتصل أحدهم وقال يعني واش راكم ديروا انتم؟ نعم الناس راهي في تقدم وراهي ناس في القمر وفي المريخ وفي كذا وانتم باقيين في التراث هذا. سجلت موقف في هذه الأبيات هذه، قلت الحديث قياس. قلت يوم صح وجوهنا ومبردنا الفم، أرضينا بالذل وتنبض الراس، اسكننا الحاضر وتركنا القمم، فسرنا تيجاننا العلو مداس. الدين تركناه ما عادش يلزم، العلمانية وحدها رجعت مقياس، أرمينا عاداتنا باسم التقدم وتقاليد التغيير رجعنا حواس. انكرنا ذاتنا في لهب البن ونسير على عصرنا في بلاد الناس، شتتنا شملنا وسط الأمم، ضحكنا شعوب علينا وجناس. حاشا من هو بالأصالة مهتم وحاشا للي والثقافة عساس، قصدي معلوم للي هو فاهم والذي بيزيد القياس. طبعا الحديث قياس. الأستاذ أنا نشوف لك موقع قصيدة باسم أبو أسامة عبد الوهاب. هذا في الحق أبو أسامة عبد الوهاب كان هو الاسم الإعلامي تاع الاسم الأدبي لظروف ما كنت استعملته في بداية كتاباتي الصحفية. كنت نستعمل المعرف تاعي أبو أسامة عبد الوهاب. أما اليوم نكتب الاسم الحقيقي تاعي طيباني عبد الوهاب. نعم. أستاذنا ربما يتبادر إلى الذهن، هل الأستاذ عبد الوهاب يعني نعرفوها عنده شوية حيوية وعنده يشتي ينشط ويشتي يطل؟ هل الأستاذ عبد الوهاب سبق له أن شارك في عقابيات أو أمسيات شعرية؟ في الحق أنا عندي نوع من الخمول، أنني كسول صريح العبارة، لولا يعني ما يكونش إلحاح ومن بعض الزملاء ومن بعض الجهات ما نتحركش. بدايتي كانت مع الإذاعات المحلية والجهوية، مع إذاعة بسكرة وإذاعة بادنا، شارك في برامج ثقافية وبرامج اجتماعية. يعني شاركت حتى في إذاعة الأوراس؟ نعم في إذاعة الأوراس، وقدمت حتى حصة اللي كنت أحكي لك عليها، حصة قدمت حصة على المباشر لمدة ساعة كاملة. قدمت نفسية الذي نشطها والهاتف مع التواصل بالهاتف مع المستمعين، وما شاء الله كانت يعني حصة يعني أخذت فيها نقولوا نوع من التجربة، يعني وتركت ربما المساحة. يعني لم يسجل الشاعر هذا الموقف كقصيدة؟ لا ما ثم كانت لي مشاركات في قبل العقابيات، لأنها كانت العقابية في مدينة بسكرة، كنت أشارك في العقابيات. ومن بعد انتقلت العقابية إلى مدينة سيدي خالد وللأسف نعم. لكن ولاية بسكرة ما خلتش الساحة فارغة، أن مديرية الثقافة خلقت ملتقى الشعر الشعبي يقام كل سنة بمدينة بسكرة. شاركت فيه المرة يقام للتذكير فقط، يعني تقريبا في شهر أبريل. شهر أبريل ما هوش عندوش وقت يعني، لكن في بداية السنة دائما يكون في بداية السنة. وما إذا كنت ذكرنا عدد هذه العقابيات أو شاركت فيها ملتقيات؟ ما هو مش كثير يعني. شاركت في بعض اللقاءات يعني بعض الملتقيات في الجامعة يعني كضيف في الجامعة، بعض الجمعيات، في بعض كاس عملية في مشاركات، لكن في المجال في المناسبات الثقافية مشاركات قليلة، ممكن 4 أو 5 مشاركات فقط. أستاذنا لو ذكرنا يعني دور هذه المشاركات، يعني لما الإنسان خاصة الشاعر المثقف عموما والإنسان الشاعر يعني عندما يكون في ملتقى في عقدية أو حتى في أمسية شعرية يعني، ويلتقي بوجوه ثقافية وشعراء من مختلف مناطق ربما الولاية، أو إذا كان أكبر من مختلف مناطق الوطن، ما هو دور هذا الاحتكاك والتعرف بالشعراء؟ يعني هل عنده دور أنت مشغول عليه؟ أولا
الاحتكاك بالشعراء وخاصة الشعراء الشعر الشعبي عنده نكهة اجتماعية أكثر منها أدبية، وهذه لاحظتها من خلال تجربتي مع الشعراء، يعني بكل صراحة مع شعراء الفصيح وشعراء المثول. ميزة يمتازوا بها شعراء المثول، هذه الميزة؟ ميزة أنهم يكونوا أسرة، يكونوا علاقة اجتماعية قبل ما تكون أدبية. تلقاهم متحابين متودين متآخين ويتواصلوا اجتماعيا في كل المناسبات سواء كانت أفراح أو أقراح. هذه لاحظتها فيهم، وباقي العلاقة تصير بيناتهم لمدة سنين طويلة إلى أن توفاهم الله سبحانه وتعالى وبقات علاقات مع أبنائهم. هذه ميزة لاحظتها في، وهذا الشيء اللي جذبني أكثر لكتابة الشعر المثول والاحتكاك بشعراء المثول. ثم الأستاذ عبد الوهاب طيباني راهو يقول بأنه من ناحية الشعر أنه التقاء بشعراء الشعر الملحون أو الشعر العامي أنه الاحتكاك هذا ربما دفع فيه، يعني حرك فيه الكوامن تاع الشعر اللي راهي كانت ربما لسنوات وهي معطلة. وبالمناسبة ربما ما كانهاش أنا الشعر عندي هو شعر موهبة. أنا الشعر كان عندي موهبة منذ الصغر، لكن لظروف وطبيعة سنين العمل اللي أديتها خفتت الموهبة هذه وكملت لمدة حوالي 30 أو 35 سنة. الآن راني هذا كمبتدئ، راني هذا هو النمو في الموهبة تاعي. والاحتكاك هذا والتواصل هذا مع الشعراء والالتقاء بهم في الملتقيات هذوما هو يكون سبب في تنمية الموهبة هذه وتنمية الخبرات اللي كان نقدروا نسموها خبرة شعرية، أنك تنمي أنا عليها الموازين تاع الشرق كما تاع الغرب والموازين تاع منطقة واتسوق ماشي كذا. ممكن الشاعر من خلال تنوع الموازين وتنوع طبوع الشعر الشعبي يقدر يخلق طابع أو أسلوب شعري خاص به من خلال التقاء كما نقول من كل روض زهرة، من كل جهة يأخذ حتى بيزة. الالتقاء هذا هو كما قلت أنت تواصل اجتماعي، تواصل ثقافي، كما نقولوا سبك الموهبة. الإنسان اللي عنده هذه الموهبة تحفزه كذلك أكثر. إذا وصل النصائح يعني كي شعراء كبار ممكن يوجهك يقول لك مثلا هنا الميزان اختلف، أنت ممكن ما عندكش خبرة ولا ما عندكش خبرة، لأن عليها الشعراء الكبار هذوما أغلبيتهم واثقين الشعر، شعر وراثي يعني أبا عن جد. مثلا نقول لهم أنا مثال في اللغة العربية ممكن تخطأ في اللغة العربية يقول أخطأت لكن ما على باليش وين أخطأت. ولست نحويا يذوق لسانه ولكني سبيقي أقول فأعرف. هكذا قالها قديم. حتى شعراء المشهور لاحظتهم أنه يقول لك هنا طاح الميزان، لكن ما يعرفش هو ما يعرفش البحوث تاع الشعر ولا الموازين ولا فهم السليقة، لأن وهذه هي كما الإنسان أنا ما نسمي واقف الشعر وما عنديش خبرة وتجربة فيها في يعني خليت هذه سنوات طويلة نستفاد منهم كثير في الأمور هذه. أستاذنا عبد الوهاب طيباني، ما زلنا في الحديث معك حول الشعر. الآن نريد أن نتطرق لرسالة الشاعر ودوره في توعية المجتمع، في توجيهه. ربما الإنسان الشاعر هو فرد من المجتمع، وأنا عندي أنه في حسب رأيي أن الإنسان الشاعر مش عاد يبقى في صومعة ويكتب القصائد تاعو بعيد عن المجتمع. طبعا الشاعر الإنسان يحتك بالمجتمع. الآن لو كنت بيقول لي ما هو دور حسب رأيك ووجهتك أنت، ما هو دور الشاعر في توعية المجتمع، في توجيهه، يعني بصمة الشاعر في المجتمع؟ تفضل. الشاعر في نظري أنا هو مرآة المجتمع تاعو، وخاصة كما قلت لكم من بالي أنا في كتابة الشعر الاجتماعي، يعني يكتب الشعر ما يحيط بالمجتمع تاعو، ما تحكوش على الشعر مثلا الشعر
الصوفي أو الشعر الثوري أو الشعر هذا مجالات خاصة. أما الشعر الاجتماعي هو أنك تنظر للقصائد نتاع الشعر تلقاها تجسد جميع المظاهر المجتمع، المظاهر الحياتية ولا الاجتماعية ولا الأسرية تاع المجتمع، بحيث يكون صورة للمجتمع تاعو، وفي نفس الوقت ممكن يحاول يبرز الحسن من الصور هذه ويمجدها ويوصلها لناس اخرين، او على الاقل تكون في صيغه شكر للمجتمع انه يشجعوا على مواصله، او انه ينبهوا لبعض الاخطاء او بعض الممارسات الغير سليمه ويوجهوا لها من خلال القصيده، لان القصيده عندها تاثير في المجتمع. وربما هناك قصائد كما يقولوا قصائد سارت بها الركبان، يعني كان ربما قصيده لما تكون عندها مكانتها يعني في المجتمع ربما تحفظ، هناك من تغنى وهناك من تحفظ من طرف الناس. نعم، وهذا هو الدور تاع الشعر، لان الشعر وخاصه الشعر انه كما قلت تحفظ ويداوله الناس، وهو كان نعرف الشعر كان هو الاعلام تاع المجتمعات والشعوب لسنين طويله. لهذا نطلب من استاذنا ربما واحده من هذه القصائد اللي داخله في المحور هذا من باب خاصه انه والله هي قصيده في الحقيقه ربما انصح بها نفسي انا الاول قبل ان ننصح بها المجتمع، هي درتها نصيحه لنفسي انا لعل وعسى ووجهها للمجتمع وخاصه الشباب، هي حول السيجاره. بين في القصيدة هذه الأسباب تاع الإنسان كيفاش حتى يتغر ويلقى نفسه مدمن على التدخين، وش هي المضار تاعها. نقول في القصيدة هذه نتكلم على السيجارة، نقولها زيديني من عذابك، نستاهل وانا الغلطان، بيدي لقيت بوابك وفمي طلبت فرحان، بمالي وفيت حسابك وصدري درتك نيشان، بشفافي قبلت عقابك وفي القلب فتحت لك احضان، غروني فيك احبابك قالوا حره وعليها الشان، جربها ديرها في جنابك تحطك على ملكها سلطان، بالزور علقوا جوابك بالكذب لبسوا الافتيجان، يلعن من الفخ قرابك ويلعن الصغر والشيطان ويلعن كل من دينا جابك، وبلا ديك خلق الرحمن درتيهم قدام في ركابك، بعد كانوا فرسان شحال صلاوا في محرابك وصاموا من غير رمضان، عباد خايفين من عقابك كلهم في جنتك طمعان، قهرهم دقان حرابك ومنهم ضاعت الابدان، متاخر كشفوا خرابك شافوا عيوبك عينان، ربي يحمي منك خطابك ويهدي من كان في بحر غرقان، يا سامعي سامحني في تعابك فكر ودير اختي في عنوانك. هذه قصيدة والسجارة ابعدوا عنها. بارك الله فيك أستاذنا عبد الوهاب. أستاذ الآن ربما نرجع في حوارنا لشيء آخر. ماذا يقول الأستاذ عبد الوهاب عن الثقافة والشعر والشعراء في بسرعة عموما، يعني حسب نظرته الخاصة؟ والله يا أستاذ سالم، الثقافة في سيدي عقبة أو في بسرعة أولا في بسرعة عموما يعني، أو في سيدي عقبة. خلي سيدي عقبة هو حال الثقافة في الجزائر مع بعض الفوارق البسيطة. الثقافة نشوفها أنا راكي ركود كامل، إلا بعض المبادرات يعني بسيطة، ومبادرات أنا أشوفها ما هي إلا مبادرات فردية يعني لبعض الجمعيات أو بعض الشخصيات لذلك يعني عندها اهتمام بالجانب الثقافي. أما على العموم ثقافة منعدمة تماما. عليها منعدمة في سالم، لأن الثقافة تبدأ من المدرسة، واليوم المجال الثقافي في المدارس في المؤسسات التعليمية كمنها كلها تقريبا معدوم تماما. لو نرجع بيك ربما هذه معنا بلاش إذا كان المعلومة هذه وصلت، نرجع بيك إلى سنين تاع المرحلة الابتدائية تاعنا. كنا في مدرسة ابتدائية وكان عندنا النادي الثقافي اللي يسموه الفويفي.
في سيدي عقبة. تسمح لي القصة هذه؟ كان مجرد نادي ثقافي بسيط جدا فيه زوج أشخاص مرشدين، الشيخ حمزة بن الحبيب بن تومي ربي يشفيه ويطول في عمره، والشيخ حبة جارنا الباشر. سنة 74 درنا مسرحية سنة 74 مسرحية 1974 درنا مسرحية عقبة بن نافع، مسرحية أخذت سادة على مستوى الوطن، وشاركنا بها أنا في برنامج الحديقة الساحرة السيدة نجوى مع السيدة نجوى في عهد ديوان ومنصور. هذه المسرحية مدتها ساعة ونصف، تصور مسرحية مدتها ساعة ونصف، مسرحية كاملة بألبستها بالتجهيزات نتاعها كلها في ورشات النادي الثقافي. الأستاذ عبد الوهاب كذلك سجل عندك أنه شارك كممثل في المسرحية، ودور الرئيسي دور عقبة بن نافع ومعروفة ومرة في التلفزيون، وكنا نشاركوا بها في خاصة يوم العلم. أنا بالك يوم العلم في المدرسة المركزية، المركزية الابتدائية مركزية يسموها مش عارف الاسم تاع السعودي. كانت الناس تأتي من جميع القرى تاع سيدي عقبة لأجل حضور المسرحية، وشاركنا بها في عدة منافسات ثقافية في قسنطينة، في باتنا، في بسكرة. كانت مسرحية أنا لحد الآن بعض سكان سيدي عقبة لحد الآن يعيدون باسم عقبة الولاد. أستاذنا هذا الواقع اللي رانا نعيشوه ربما واقع ثقافي مؤلم في بسكرة، ربما بسكرة بحكم الكبار أنها مقر ولاية يعني ولو فيها نشاط. الآن نرجع في سيدي عقبة الآن الثقافة أو حالة الثقافة، الشعراء ربما متواجدون بكثرة، ربما الأستاذ عبد الوهاب يشارك في ندوات أو أمسيات في بسكرة، ربما ينشط في أو يستضاف في إذاعة الديوان، ربما هناك كان الأستاذ ربما جلابي عمر كذلك ربما مش عارف يستضاف الأستاذ عز الدين بالطيب. يعني هذا ربما وجوه ثقافية يعني في مدينة سيدي عقبة، وكلها يعني تنشط في بسكرة، لكن النشاط الثقافي في سيدي عقبة ماذا حدث له؟ النشاط الثقافي في سيدي عقبة منذ سنين، وكنت ربما أنت حضرت معنا يعني بعض مراحله. اتصلت بالسلطات المحلية تاعنا لأجل تنشيط الحياة الثقافية في البلاد، وطلبت منهم باش على الأقل هما كمؤسسة عندها إمكانيات باش تجمع الفعاليات الثقافية تاع البلاد وتكون بيناتهم علاقة وتوفر لهم بعض الإمكانيات باش ينشطوا باش يتحركوا. وراكم تحاضر معنا في أول وللأسف آخر أمسية شعرية أقيمت في سيدي عقبة بشعراء أبناء سيدي عقبة، ولا خبر بعد المسرحية بعد الأمسية هذيك ما مش نحتفر، لكن اتصلت بالمكلف بالإعلام في البلدية في ذاك الوقت وطلبت منه أنه يتواصل لنا مع مدراء المؤسسات التربوية أنهم على الأقل يرصدوا لنا 10 أو العدد اللي متوفر من المواهب. نعم يعني هو في كل مجال موجود هذه المواهب. نعم موجودة أكيد موجودة في المدارس، لكن قلنا هذه المواهب على الأقل نربطوها مع الناس الكبار، مثلا ننشئوا لهم نوادي على مستوى مثلا دار الشباب، نادي الأدبي مثلا، نادي المسرح، نادي الرسم، نادي، ونربطوهم يحتكوا مع الكبار من أصحاب الاختصاص في البلاد، يتصلوا بهم يوم أو يومين في الأسبوع، مثلا يوم الاثنين المساء ولا الخميس المساء،
باش هل اصحاب الموهبه اللي يحسوا بلي كاين ناس مهتمه بالموهبه تاعهم وهما يتشجعوا مادام كاين ناس مهتمه بالموهبه تاعهم، وبالاتصال مع اصحاب الخبرات هذوما يردوا منهم الخبره، تنمى الموهبه ويكتسبوا الخبره وينطلقوا ويكونوا خير خلف من خير سلف. لكن للاسف ما لقيت حتى صدى هذه المطلب هذا وهالاقتراح هذا ما لقيت صدى يومنا هذا.